في يوم عادي قررنا نعمل ساندوتش مش عادي. عاملين كومبو النهارده خطير، عاملين برجر وكمان عاملين كوردون بلو. الريحه جنان والشكل خطير ويخلي اي دايت ينهار. يلا بقى جربي الساندوتش اللي كله على بعضه معمول بايديكي، عيش طري ولذيذ جواه برجر سخن او ستريبس مقرمش. لو جربتيه مره مش هترضي تجيبيه تاني ابدا من بره. وخلي بالك لو حد عندك في البيت بيعمل دايت خبيه منهم بسرعه. ويلا بينا بقى نبدأ بالعجينة. كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح. قلبيهم مع بعض كويس جدا وتعالي نسخن المية اللي هنعجن بيها، ومية العجن لازم تكون دافية. بحب استخدم الكاتل بتاع سوكاني لان فيه ظبط لدرجات الحرارة اللي انت عايزاها، وكمان فيه برامج متنوعة حلوة جدا. هنا بقى ظبطت درجة الحرارة على 45 وسبته بقى علشان يدفيها. حطيت كوباية من اللبن الرايب او الزبادي، وحطيت كوباية من المية الدافية، حطيت كمان بياض بيضاية، ونسيب الصفار علشان ندهن بيه الوش. عجننا كويس جدا جدا تمام. وفي نص العجنة حطيت معلقتين من الزيت بس كده. اهم حاجه العجينه تكون متوسطه الليونه، لا هي لينه قوي بتلزق ولا هي ناشفه قوي. ايوه بالظبط كده. يلا بينا بقى طبقه تخمير، معلقه زيت كبيره هنوزعها ونفضي عليها العجينه علشان نسيبها تخمر ويتضاعف حجمها. لازم نغطيها ونحطها في مكان مقفول علشان تخمر معانا بسرعه. تعالوا نستغل الوقت بقى على ما العجينه تخمر نعمل البصل المكرمل اللي هندخله في سندوتشات البرجر. هنا جبت كيلو من البصل الابيض، قطعته ترانشات زي ما انتوا شفتوا. حته زبده محترمه حطها في طاسه وننزل عليها البصل اللي احنا قطعناه جوانح. هنضيف عليه كمان معلقه كبيره من السكر. ايوه، ونقلب بقى على النار ونسيب البصل يتكرمل كده وياخد معانا اللون ذهبي، ونفككه كده واحنا بنقلبه لغايه ما ياخد معانا لون ذهبي غامق. ايوه بالشكل ده. معلقه كبيره من الصويا صوص، ويلا نقلب كويس جدا. حلو قوي كده. كده بقى معانا احلى بصل مكرمل هتحطوه في السندوتشات هيخلي طعمها خطير. هنفضي البصل وتعالي نجيب بقى لحمه مفرومه ملبسه، يعني فيها 20% دهون، وعليها اي خلطه برجر تحبيها من عند العطار او من السوبر ماركت. حطيها عليها واعجني كويس ومش محتاجين اكتر من كده. وتعالي نشكل البرجر، وانا حبيت اشكله بايديا علشان اسهل عليكي من غير مكبس من غير اي حاجه. هيطلع معاكي شبه السماش برجر بالشكل ده. تمام. يبقى اهم حاجه في البرجر هي نوعيه اللحمه وكمان كميه الفات اللي فيها، الدهون اللي فيها. هنا الطاسه حطينا فيها معلقه زيت كبيره. هحط بقى البرجر علشان نسويه على نار متوسطه. حلو قوي. ياخد لون من تحت نقلب الناحيه التانية. حلو قوي الكلام ده. خلاص كده البرجر بقى جاهز معانا، استوى لونه حلو جدا، مغمقش مفكش والدنيا زي الفل. كملي بقى بالطريقه دي. يلا كمان نحمر الستريبس، والستريبس انا عامله لكم فيديو قريب جدا تقدروا تدخلوا عليه وتشوفوا بيتعمل ازاي وتعملوه بالظبط. هيطلع معاكم تحفه جدا، مقرمش من بره وجوسي وخطير من جوه. يلا بقى اعملوه وادعوا لي. هنا خلاص الستريبس بتاعنا بقى جاهز. دايما بنطلع من الزيت على مصفى علشان يصفي الزيت الزياده. تعالوا اوريكم كمان الخيار المخلل اللي انا خللته من بالليل. مخلله الخيار سليم عشان اعرف اقطعه. جبت لتر ميه مغليه، حطيت فيها معلقتين كده دقه اللي هي توم وفلفل، وكمان رشه من الكركم مع معلقتين ملح. قلبتهم. غسلت الخيار البلدي الرفيع وحطيته وسبته بقى لتاني يوم. بقى زي الفل زي ما انتم شايفين، قطعته ترانشات رفيعه. وادي الستريبس كمان بقى جاهز معانا وقطعناه تحفه. كده احنا جاهزين جدا جدا. مفيش احلى من كده ستريبس بصراحه. تعالوا بينا نجهز بقى احلى صوص للسندوتشات. نص كوبايه من الكاتشب، احط معلقتين كبار من الباربيكيو صوص، وكمان معلقتين كبار هوت صوص، كوبايه من المايونيز، ومعلقتين من المستردة. الله، رشه بصل بودر، توم بودر. حط كمان بابريكا مدخنه وقلبي بقى علشان تعملي فعلا احلى صوص هيودي السندوتشات في حته تانية خالص، بجد خطير. تعالي بينا بقى، العجينه خمرت خلاص. يلا بقى هناخدها علشان نقطعها. شايفين الجمال؟ عجينه خمرانه وخطيره. هقسمها كده كور. الكوره قد الايه، قد البرتقانه البلدي تمام، او قد اليوستفنديه المتوسطه الحجم. حلو قوي. يلا بينا نكور الكور بتاعتنا ونرش رشه من الدقيق على البلانشه ونحط الكور بتاعتنا علشان ترتاح. لازم نغطي العجينه بعد ما كورناها ونبتدي ناخد اول كوره احنا كورناها هتكون ارتاحت علشان نبدا نفردها. هنفرد كده برشه دقيق بسيطه تمام، وبسمك مش تخين قوي ولا رفيع قوي.
وبشكل دائري زي ما انتم شايفين. هجيب طبق كده او سلطانيه بتاعه الشوربه، احط في الاول ميكس جبن، وبعدين احط من الستريبس الخطير اللي احنا عاملينه معلقه كبيره من الصوص اللي احنا عملناه. تقدري تضيفي كمان روز بيف وشويه من الجبن تاني، وبعدين نقفل كده الساندويتش اللي احنا عملناه. الله 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 الله، تحفه اهو. كمان مره يبقى البوله بتاعت الشوربه احط فيها العجينه المفروده، جبنه. هنا هنعمل بقى البرجر، حطينا البرجر، حطينا الخيار المخلل، حطينا الصوص، البصل المكرمل الخطير حلو قوي، وشويه جبن تانيين. يا سلام يا سلام. قفلي كويس، حلو قوي. اقلبي كده وشوفي معايا، تحفه. حضري الصاج بقى، ندهنه دهنه خفيفه بالزيت ونرص عليه السندوتشات الكومبو بتاعتنا. نسيبها بقى تخمر شويه، وتعالوا نحضر خليط الدهن اللي عباره عن معلقتين من الدقيق، رشه بسيطه من القهوه سريعه الذوبان. هدوبهم كويس، كنا خدنا بياض البيض في العجينه. هحط الصفار، تمام، هنحط صفار بيضه وبيضه ونقلبهم كويس جدا بالشكل ده. ويلا بينا بقى ندهن الوش كويس جدا، وده اللي هيدينا لمعه حلوه ولون ذهبي مميز. حلو قوي قوي. ندهن بالراحه عشان احنا خمرنا السندوتشات فمش عايزين نخرج التخمير منها. رشه سمسم كده على الوش، يا سلام يا سلام، تحفه. الله، خطير بجد. جاهزين؟ ويلا بينا نسوي، سواء بقى في الفرن ده او في فرن البوتاجاز. هنظبط على درجه حراره 220 والرف الاقرب للارضيه، ويلا نسوي عشان يطلع معانا بالشكل الخطير ده. تحفه، شايفين؟ مفيش احلى من كده بجد، ساندويتش وهمي. تعالوا بينا بقى نفتح من جوه كده. فاكرين الطبقات اللي احنا كنا عاملينها؟ شايفين الحشوه من جوه بتبظ ازاي؟ تحفه. ولا الجبنه بتمط مطه جميله جدا. الميكس اللي احنا حاطينه جوه طعمه يجنن. ولا بقى ساندويتش البرجر، شايفين التسويه؟ شايفين تسويه العيش؟ بجد خطيره. بصوا بقى معايا كده، الله، الفكرة دي تنفع كمان في المطاعم تجنن. بصوا كده معايا، شايفين البرجر؟ تحفة، حاطينه اصلا مستوي مش محتاج اي حاجة. بصوا الجمال يا جماعة، شايفين؟ خيار مخلل مع البصل المكرمل. بجد الموضوع فعلا فعلا يستحق التجربة. لو جربتوا السندوتش ده مرة مش هتبطلوا تعملوه ابدا. اكتر حاجة فعلا بتجمع العيلة سندوتش سخن كده معمول في البيت. النهاردة لعبناها صح، عملنا برجر وستريبس في عجينة طرية، والنتيجة السندوتشات اختفت في لحظة. بقى لو قدامكم السندوتشات دي هتبدأوا بالبرجر ولا بالستريبس؟ يلا هستناكم تجاوبوني في التعليقات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى لايك وشير كتير، واشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.